التحكيمية مع الخبير التحكيمي الحكم المونديالي السابق كابتن جمال الغندور مع مطالبات كثيرة بوجود ركلة جزاء للمنتخب المغربي خاصة في الشوط. كابتن جمال. كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. مباراة نصف النهائي الثاني التي جمعت فرنسا مع المغرب وأدارها الحكم المكسيكي سيزار راموس. المباراة الرابعة لهذا الحكم. هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة، حالتي حدثتا في الشوط الأول. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذوا الحكم في هذه الحالة. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض. نكمل. قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاءه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح. لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة تانية في نفس الشوط وفي نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكة من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل، بهذا الشكل، واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطة، نكمل اللقطة. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الأرض. وشفنا في مباريات كثيرة في البطولة ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول، والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. شكرا كابتن. معنا مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. سي وليد، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. فرحتي الشعب المغربي في مباريات سابقة، أكيد الجميع فخور باللي قدمته. شنو كان ناقص اليوم للمنتخب المغربي؟ فوالا يمكن ماشي لا بريسيون، باسكو الدراري دخلوا مزيان، كانوا باغيين يديروا شي حاجة اللي كبيرة. بالحق لو تخي نيفو باش توصل لا فينال، لي بتي ديتاي ماركاو دغيا خليناهم يدخلوا في الماتش. شفتيه زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاوليه ديالهم، حطت لهم الثقه. سي لي بتي ديتاي. ابخي رجعنا في الماتش، حق ضيعنا بزاف د كواري في بروميير ميطون، الحمد لله ما سجلوش الثاني. دوزيام ميطون دخلنا باش نمشيو نشجعوا، درنا تري بون دوزيام ميطون، وشفتي لا موندغ ايغور اللي درنا ماركاو الثاني. سي لي بتي ديتاي. عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو. احنا جاونا بزاف د فرص وما سجلناش، وهذا لو نيفو. غنتعلموا من هذا الشيء، تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون. اللي مهم اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم. بديتي البطولة كلها بأربعة ديال المدافعين، اليوم لعبتي بثلاثة. واش ممكن تشرح لنا السبب؟ لا، السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غنم السيس مبليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول. اللي مهم هي ماشي لا تاكتيك اليوم، هي ليتا ديسبري كان مزيان، حطينا الماكسيموم. هي با دو ريغري افوار. بون كوراج، ميرسي بوكو. شكرا. Vous allez bien? Bien et vous? Beaucoup mieux. أنا بخير فعلا، أفضل الآن، في حال أفضل بكثير.
سيد الرئيس، فرنسا في نهائي كأس العالم، نحن فخورون جدا بذلك، فخر كبير، وأظن بأننا ربما نحتاج إلى سعادة بسيطة عن طريق الرياضة وكرة القدم تحديدا. إذا أنا بحال أفضل بكثير من ساعة ونصف في الوراء. نعم كنت متوتر لأن مباراة لا يمكن أن تفوز بها قبل أن تلعبها، والمغاربة لعبوا بشكل ممتاز، والمباراة ما كانت تكون نفسها لو عدلوا النتيجة. نحن تعذبنا في العديد من الفترات، لكن رأينا منتخب فرنسي كبير، وأنا أريد أن أقول شكرا لمدربنا ديدي ديشان ولهذا المنتخب بصفة عامة الذي هو مزيج من العديد من الأجيال. هذا هو الأمر الجميل. ديشان نعم 3 نهائيات، واحدة كلاعب واثنين كمدرب، وهو يفوز دائما، لا تنسوا ذلك. لا يوجد 2 دون الثالثة. ديدي ديشان موجود مع البركة ومهارته، وسنكون كلنا معه، وسوف نعود بالكأس بالتأكيد، يجب أن يبقى. وبما أنك جيد في التوقعات، ما هو رأيك؟ كلا سأقول بأنني متشائم كثيرا، لا أريد فعل ذلك. أنا سعيد وفخور بهذا المنتخب الفرنسي ببساطة، لأننا رأينا جيل أكثر نضج قام بعمل كبير جدا، وجيرو كذلك قدم مباراة ممتازة مرة أخرى، وكان يمكن أن يسجل. جريزمان كان مليئا بالعطاء، لاعب ممتاز، قدم مباريات كبيرة طوال هذه البطولة. كل هذا الجيل فعلا يمثل هذه المجموعة، وهناك جيل جديد سجل كذلك أهداف من الجيل الجديد. كل من دخل لدقيقتين فقط وتمكن من تسجيل الهدف الثاني. إذا نحن فخورون بالتأكيد. هرنانديز الذي هو رائع واكتشاف، حسنا ربما ليس اكتشاف لأنه لديه مسيرة ممتازة، ولكن يقدم مستوى ممتاز. إذا لدينا جيل شاب وجيل صاعد، الخبرة والشباب، أنا فخور بهم، سيطروا على المجريات. حارس كبير كذلك، لا تنسوا إيغو لوريس الذي كان في الموعد، وكيليان مبابي قام بعمل كبير جدا كذلك. ونحن نعرف أنه بالنسبة لكأس العالم هذه دائما ما يراقب من قرب من صديق قريب له، لاعب معروف جدا، صديقه المفضل، وقام بالعمل رغم ذلك، والهدف الثاني كان من عمله. هذا يعني أنك ستعود يوم الأحد. أنا أولا أريد للفرنسيين والفرنسيات أن يتمتعوا بهذه السعادة البسيطة، وأن يتمتعوا. وأقول للمغاربة الذين يملكون منتخبا كبيرا جدا وقاموا بمسار استثنائي في الكأس العالمية هاته، وقدموا نصف نهائي محترم جدا، وكنا نحتاج إلى منتخب فرنسي بطل عالم سابق وعرف كيف يمسك بزمام المباراة، لكن نحن نحييهم ولا يجب أن يستحوا من هذه المباراة، وأنا أقدم لهم صداقتي. إذا بالنسبة لنا فلنتمتع بهذه اللحظة، ومنذ الليلة سنبدأ بالتحضير للنهائي وسوف نفوز بها. هل ستأتي يوم الأحد؟ سأكون هنا يوم الأحد. كلمة عن كأس العالم في قطر، وأنت تحدثت عن بعض التغييرات. أنا كنت واضحا دائما فيما يخص كأس العالم في قطر. هناك قرارات تتخذ منذ سنوات عندما تقدم الكأس لبلد منظم. الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا. كأس العالم لكرة القدم أو للركبي، وبالنسبة لبعض البلدان كي تتحدث رغم أنها لا تتحدث على الصعيد السياسي، ولكن ستتحدث في عالم الرياضة. أنا هنا في قطر وسوف أعود، وهناك مواعيد أكثر سياسية بالنسبة للعديد من الوضعيات والمواضيع، ويجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل ممتاز هذه الكأس العالمية. الأمن ممتاز، التنظيم أكثر من رائع، وأنا سأقول فعلا دعونا لا ننسى السعادة. نحن في النهائي. عارف بس المشكلة انك على الشمالي. I'm recalling a teammate. Thanks.